تسولف عن شوف بلدي خطار، ان شاء الله نسوي لك عمليه. خطار اللي تسلطت عليه كل الأضواء الإعلامية وصار غني عن التعريف كونه أول مريض يجري عملية قلب صناعي في العراق. خطار كان خطار خفيف الظل علينا، لأن ساعدنا وساعد نفسه بسرعة الاستشفاء بعد العملية. هذا الرجل الستيني من أهالي السماوة كانت حياته اليومية جدا صعبة، لأن يعاني من عجز القلب المتقدم الغير مستجيب للعلاج. قبل العملية من كان ينام ما يقدر ينام بصورة طبيعية، بحيث يخلي 4 إلى 5 مخاط جوا وينتج عليهن ما ينام بصورة باستقامة صحيحة. أما هسه نومته تقريبا طبيعية ولله الحمد، ينام 4 ساعات نومة واحدة بدون ما يتعب. بالنسبة للمسافة اللي يقطعها كان ما يقدر يمشي 50 إلى 100 متر، لأن كان عنده عكاز، هذا كرسي متحول نص الطريق يخليه يقعد يستراح. هسه لا الحمد لله والشكر طبيعي يعني. بعد إجراء العملية واكتساب الشفاء التام، تغير وضع خطار الصحي بشكل جذري نحو الأحسن. شنو تضحك ان شاء الله اخواني؟ احنا لازم نعمه. الحمد لله والشكر بعد العملية صحتي جيدة جدا، واتحرك وامشي وانام على مخدة واحدة ومرتاح جدا. خطار اليوم يودع مستشفى الناصرية للقلب حتى يروح لبيته ويعيش حياة جديدة وبصحة جيدة.